السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة الناس اللي بتسأل ازاي تاخد زغاليل في الصيف، وازاي انت بتفرخ زغاليل في الصيف، لان في ناس كتير بتريح الحمام في فصل الصيف. طبعا حرارة عالية جدا، فالناس بتفصل الذكور عن الإناث وبتريح الحمام، وده وجهة نظرهم، وكل واحد على حسب المكان عنده. طبعا انا عندي برضو المكان حر، مش هقول لك المكان مش حر، لكن هقول لك انا بعمل ايه عشان افرخ زغاليل في الصيف. يعني انا فكرت ان انا افرخ زغاليل في الصيف لان الشتاء ما كانش احسن حاجة يعني، فبرضو قلت ان انا اجرب وافرخ زغاليل في الصيف. وهنشوف برضو الانتاج وازاي الحمام بيلحم. الحمام اللحم طبعا بنتكلم عن الحمام اللحم، ازاي كمان الحمام اللحم بيلحم العش في العش. برضه هنشوف الانتاج عشان يكون الكلام على الطبيعة. انا بصور الفيديو النهاردة بتاريخ 3/7/24. تمام. هنبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي في التعليقات، واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. افتكر التاريخ كويس قوي، زي ما قلت لك النهاردة 3/7 عشان الموضوع ده مهم جدا. دي زغاليل بسم الله ما شاء الله، ممكن نفطمها. هنشوف البيض اللي مع الاهالي. شوف البيض اللي مع الاهالي، بيض ايه؟ بسم الله ما شاء الله. انا بقول بيض بسم الله ما شاء الله. عمرهم ايه؟ يومين 3. ده ما شاء الله كمان ده 3 بيضات، 3 زغاليل. والله انا ما شفتهم، لسه متفاجئ ان انا لسه ما شفتهم الا دلوقتي. يبقى لازم نفطم الزغاليل بسرعه. الزغاليل اهي، يبقى لازم نفطم الزغاليل. يعني بقى معاهم زغاليل وزغاليل. اشيل الزغلول الصغير لان هم 3 زغاليل. اشيل الصغير لان مش كلهم حجم واحد، ده كبر شويه وده كبر شويه، والتالت ده محتاج ان انا انقله. طب ما انا هنقله دلوقتي اهو. القص ده انا شايل زغاليله امبارح لما لقيت البيض في قص. تعال نشوف اهو. بسم الله ما شاء الله، معهم زغلول. والبيضه التانيه خلاص اهيت هتفقس، على وشك انها تفقس. على فكره انا لسه رشش البيضه ميه دلوقتي، هتلاقي البيضه مبلوله اهي. ليه برشها ميه؟ عشان اسهل عمليه الفقس بتاعتها، اسهل للزغلول ان هو يفقس. ده الزغلول ده فقس امبارح يا جماعه بسم الله ما شاء الله. شايف التلبين؟ شايف ده من ده لسه فاقس ما اكلش حاجه. ده اللي من امبارح بسم الله ما شاء الله اكل وبقى حجمه تضاعف. زي اللي انا بفطمها بعلمها بالقلم كده في راسها، العلامه الزرقاء دي الزغاليل المفطومه. هي زغاليل الصيف يا جماعه اهي، اهو ما شاء الله. شايف الزغاليل اللي هي فيها العلامه الزرقاء دي اللي عايز زغاليل اهو. هنا برضو دي الحمامه اللي قلت لك، انا عملت لك فيديو قصير عليها قبل كده. قلت لك الحمامه اللي هي بعين واحده، اللي هي بتبيض وتلحم العش بالعش. دي برضو ما فطمتش الزغاليل الكبيره الا ما البيض ده فقس. تمام. شوف كده برضو هنا القص ده بسم الله ما شاء الله، ده مع 3 زغاليل راقدين فوقهم. البيض ده بقاله حوالي 10 ايام يعني، برضو قرب يفقس. هنا برضو، هنا كمان مع زغلولين اهو راقد على حصى بسم الله ما شاء الله. برضو تقريبا في نفس العمر يعني، البيض من حوالي 10 ايام. الزغيله يا جماعه هي لسه صغيره يعني، الناس لسه الشعر الاصفر فيها اهو. تمام، ما اعتمدتش على نفسها لسه. ادي الزغيله يا جماعه اللي قلت لك عليها. هي مش عايز ان انا اوزن يعني، لان باين يعني
ب1000 جنيه خلطة حمام، لكن انا اللي بشتريها حاجة بحاجة كده، ما بشتريش الخلطة الجاهزة. تمام. اللي ب1000 جنيه بقسمه ازاي؟ ب500 ذرة حمام، لاحظ الذراية العريضة، الحباية، البيضة. تمام. الابيض اللي هو الابيض الشمعي ده مفيش فيها قشر ولا حاجة، اغلى ذراية بسعر 20 جنيه دلوقتي حاليا سعرها 20 جنيه، طبعا كانت ازيد من كده. يبقى ال 500 جنيه بيجيبوا 25 كيلو ذرة حمام ابيض زي ده. تمام. وعليهم ب 300 فول من سعر 30 جنيه، ب 300 فول، وعليهم ب 100 ذرة صفرة. تمام. ذرة صفرة مش صغيرة، كله حبوب سليمة يا جماعة، مفيش حبوب مكسرة خالص، كلها حبوب سليمة اهو. ب100 ذرة صفرة وب100 قمح. اللي ب100 قمح بجيبهم لوحدهم، لان ما بحطوش للحمام اللاحم، بحطه للحمام اللاحم الشغال، ما بحطلوش القمح. خلاص. بحطه للحمام الشبابات والحمام الزاجل اللي هو في مكان تاني، لكن الحمام اللاحم بمنع عنه اللي هو الغلة، لاني بشوف ان الحمام اللاحم اللي معاه زغاليل بيسيب الغلة للاخر، فانا شلت الغلة بستخدمها وقت الاحتياج بس. طيب كده بس؟ لا، الكمية دي انا جايب كمية اهو حوالي 5 كيلو، بضيف عليهم ايه اللي هو ثنائي فوسفات الصوديوم ده يا جماعة. تمام. كيس ده رخيص، الكيس ده كيلو، حجمه كيلو او وزنه كيلو. بحط على كل 5 كيلو معلقة اكل كبيرة، معلقة طعام كبيرة من اللي انت بتاكلها اهو. انا خارم الكيس بالنظر كده اهو، بحط ايه حوالي معلقة كبيرة، بقلبها كويس. طبعا بعمل الكمية دي، طبعا بعمل الحكاية دي قبلها بيوم يعني او بيومين، مش مشكلة، كل ما تعملها بدري يكون احسن، وتسيبه متخزنة على بعض. ثنائي فوسفات الصوديوم الحبوب دي بتمتصه. تمام. والحمام ياكلها، يخلي حجم الزغاليل كويس، ويخلي الحمام يبيض بسرعة. جرب الطريقة دي وهتدعي لي. هنا برضو لسه الزغاليل صغيرة اهي ما شاء الله، والاهالي حصت ما شاء الله، لا قوة الا بالله. هنا برضو الزغاليل اهي زي ما قلت لك، النهارده 3/7. نشوف الزغاليل اللي ما اتفطمتش لسه. شوف هنا التاريخ، هنا اهو 26/6. تمام. يعني البيض ده بقاله حوالي 8 ايام او 7 ايام اهو ما شاء الله، لا قوة الا بالله. وما تنساش اننا في فصل الصيف. فصل الصيف طبعا مش موسم الانتاج، موسم الانتاج بيكون في الشتاء. في حاجة مهمة جدا لازم تعملها، اللي هي ايه؟ طبعا احنا بننظف الادراج دي بسكينة معجون كده، بنقشطها وبننظفها، ولو في اي مرض لازم نطهر. انا بطهر كل مرة بعد ما انضف بايه؟ اليود البيطري 5 سم على اللتر المية، 5 سم خلي تفاح معاه، يبقى 5 سم من ده و5 سم من ده على اللتر. وبالبخاخة برش الدرج اللي زي ده، وبرش السلكات، وبرش المكان كله. ده احسن مطهر هيقضي على الامراض او هيمنع انتشار المرض. تمام. وعشان لو بتعالج العلاج يجيب نتيجة معاك، بتعالج من اي مرض، ده مهم جدا جدا يا جماعة. طيب انا بستخدم ايه مع الزغاليل اللي هي في العمر ده بعطيهم حاجة وقاية كده. طبعا هو في العمر ده دايما عند الناس او معظم الناس تلاقي الطاجن مبلول كده، والزغاليل تبدأ تخس وتنشف، طبعا من الاجهاد الحراري، وممكن يكون الحمام عايز غسيل كلوي. تمام. فبنستخدم معاهم ربع سنتي اندكلوست في الفم مباشرة لكل زغلول من دول لمدة 5 ايام. تمام. هتلاحظ الفرق لما تعمل كده، وهتلاقي الزغيل تعدي معاك وتبقى زي كده. خلاص. على فكرة الفرق في السن مش كبير، لكن بعد استخدام اللي انا قلت لك عليه ده استخدمت له، لا لسه ما استخدمتلوش الادوية دي. ده بنستخدم منه اندسولف، ده اندسولفينيلز 1 سنتي على مسقى الاهالي، المسقى اللي هي جوه السلكة دي. تمام. 1 سنتي من ده لمدة 4 ايام.
وده قلنا ربع سنتي في الفم مباشر. ايه كمان بنستخدمه مع الحمام عشان جدري؟ طبعا الناس بتستخدم رافع مناعة، لازم تستخدم رافع مناعة معظم ايام الصيف علشان الجدري. بستخدم فيروس توب اهو. اذا قربت تفضى اهيت، ده 1 سنتي على اللتر. فطبعا احنا ماشيين على الجدول الوقائي بتاع الشركة ده اهو. بسم الله ما شاء الله. القص ده الزغاليل لسه ما اتفطمتش معاه هيت، والنهارده زي ما قلت لك 3/7، وتاريخ البيض اهو. تاريخ البيض 26/6، يعني بقى له 7-8 ايام اهو. تمام كده. وما تنساش ان احنا في فصل الصيف، طبعا مش موسم الانتاج. موسم الانتاج بيكون في فصل الشتاء. الحاجات اللي انا بعملها تاخد زغاليل محترمة، وان شاء الله هيعدي معاك فصل الصيف بامان، هتنتج زغاليل باذن الله باحجام كويسة، والحمام هيلحم معاك العش في العش. كده قلت لك هتأكل ايه، وتستخدم ادوية ايه، وهتنتج زغاليل ازاي. ولو عندك اي مشكلة اكتب لي في التعليقات، وربنا يوفقكم جميعا ويرزقكم من فضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.